لو رجع بيا الزمن كنت احتجت حد بس يقول لي 30 جملة 30 جملة مش نصيحة اعرفهم قبل سن ال 30 كانوا هيفرقوا معايا جدا، كانوا هيوفروا عليا فلوس ومجهود وطريقة تفكير نفسها اتغيرت مع الوقت، خصوصا مع الغربة اللي الواحد عايش فيها واللي بتعلمك الوحدة والاعتماد على النفس بشكل مبكر جدا لو انت سافرت في فترة العشرينات. وعلشان تحس معايا بقيمة ال 30 جملة دول خليني احكي لك موقف حصل ليا هنا في المانيا. الموقف ده هو اللي خلاني افكر في الموضوع كله بشكل مختلف او افكر في الدنيا كلها بشكل مختلف، وهو ان انا دخلت المستشفى هنا. انا وصلت المانيا في 2020، بعديها بسنتين كنت لازم اخش عمليات في منطقه في بطني يعني، فاكتشفت ساعتها ان انا لوحدي، مفيش حد حواليك، مفيش اهل يسندوك، مفيش اصحاب لسه اتعرفت عليهم. الورق بتاع العمليه اللي انت داخلها انت اللي بتعمله بنفسك، انت اللي بتروح تجري عليه وانت تعبان ومش قادر، مهما كان الاهل بيحاولوا يصبروك بس في الاخر انت لوحدك. فهل فعلا كنت انا لوحدي؟ انا متذكر كويس يوم العمليه دوت انا صليت ركعتين بالليل كده وقلت يا رب يعني انت كفيلي وانا معاك، بس ما اعرفش اي حد هنا في البلد ديت، ولسه كمان الالماني بتاعي مش موجود تقريبا. فتوكلت على الله، ولما وصلت المستشفى ربنا كرمني بدكتور سوري عرفني وقال لي انت مهندس عبد الله. فانا استغربت يعني عرفني ازاي ولا منين ولا جاي منين ده؟ فقال لي انا شفتك مره كنت خطبت في مسجد فايمر وكنت انت الامام مش كده؟ قلت له اه انا الامام بالظبط. قال لي انا هنا دكتور في الايه في المستشفى اللي انا هعمل فيها العمليه. وسبحان الله يعني ربنا سخره لي بعمل انا كنت عملته من غير ما اخد بالي. انا بخطب جمعه في يوم من الايام عادي جدا، ويعني كانت لحظه حسيتك ان فعلا ان الله معك، يعني ان ربنا معاك في كل خطوه من الخطوات. عاوز اقول لك الدكتور دوت كان بيطمن اهلي، كان بيقف جنبي لما انا تعبت بعد العمليه خلاني اقعد ليله كمان زياده، يعني كان اكتر من اخ. وسبحان الله ما تقابلناش تاني خالص غير في المواقف دوت وفي النقطه دي بس في حياتي. ادركت ان علاقه العبد بربه هي اقوى من اي علاقه مع اي حد، وان احنا موجودين في الدنيا هنا علشان خاطر نعبده وعشان خاطر نكون قريبين منه. وتذكرت قوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فخلينا نبدا باول حاجه من ال 30 جمله او ال 30 نصيحه اللي انا حابب اقولهم لك، وهم: واحد، صلي حتى لو مش عاوز، حتى لو مش حافظ، حتى لو انت تعبان، حتى لو بتأثر في الصلاة، صلي وحافظ على الصلاة واوعى تضيعها، لان هي دي الحاجة اللي انت هتبقى يعني اقوى حاجة في دينك. هي الصلاة، الحاجة اللي بتميزك عن غيرك، عن المسلم عن الكافر، هي الصلاة. الحاجة اللي هتسأل عليها اول ما تدخل القبر هي الصلاة. فالصلاة ثم الصلاة ثم الصلاة. لو انت ظبطت صلاتك في فترة عشريناتك هتلاقي نفسك في فترة الثلاثينات ان شاء الله انت اوريدي بقيت محافظ على الصلاة. تاني حاجة هي المسجد. المسجد مش مكان للصلاة اللي انا اروح اصلي واخلص ركعتين وامشي، لا، هو مكان انت بتشوف الناس اللي شبهك، الناس اللي بتحاول زيك، الناس اللي عاوزة فعلا تحافظ على دينها في الغربة. فبالتالي حاول دايما يكون ليك حتى لو مرة ولا مرتين في الأسبوع بتكون موجود في المسجد، حتى لو هو بعيد عنك ساعة ساعتين، اركب وروح له وحط نية في الموضوع ده. الصحبة الصالحة مش هي اللي تجيلك ومش هتيجي تدور عليك، الصحبة الصالحة انت اللي بتدور عليها. وزي ما قلت ممكن تلاقيها في المسجد، ممكن تلاقيها معاك في الكورس اللي انت بتاخده، ممكن تلاقيها معاك في الشغل. فلو لقيت الصحبة الصالحة حافظ عليها، لان دول عملة نادرة جدا في الزمان اللي احنا فيه. افتكر دايما ان ربنا خلق الازمات علشان خاطر تقربك منه اكتر، فانت ما تستناش الازمة تجيلك علشان خاطر تقرب من ربنا، ولكن حاول انت دايما يبقى ليك علاقة مرتبطة بربنا، فلما الازمة تيجي تزود علاقتك بيها مش ترجعها تاني لمسارها الطبيعي. القرآن هو اول حاجة حد عاوز يدرس علم شرعي، حد عاوز يتعرف على دينه، حد عاوز يعمل اي حاجة ليها علاقة بالاسلام بيبدأ على طول بالقرآن. فالقرآن ما تحطلوش فضلة وقتك، حط له هو الاساس والباقي حواليه. يعني حط ورد لو بسيط، حتى آية آيتين 5 آيات صفحة لحد ما ربنا يكرمك، بس المهم يبقى فيه كل يوم على الاقل بتفتح المصحف وبتقرأ جزء بسيط. ده هيفرق جدا جدا معاك وهيكون عندك عادة لما توصل لسن ال 30 ان شاء الله هيبقى بالنسبة لك القرآن شبه محفوظ، حتى لو مش حافظه على الاقل تبقى عارف الكلمات لما بتسمعها بتسمع في دماغك. الذنوب الصغيره دي هي اصعب حاجه الواحد بيمر عليها في فتره العشرينات. انت بيبقى عندك حاجات كتير جدا مفتوحه قدامك، بتبقى انت شايف ان ده والله ذنب صغير على ذنب صغير على ذنب صغير. الذنوب دي بتكسرك من جوه، بتخليك انت هش. فحاول دايما ان كل ما تشوف ذنب صغير تسيبه وتقول انا تركت دوت لله، هتلاقي ربنا بيعوضك عنه بكتير واحسن منه بكتير جدا جدا. واخر نقطه في الجزء الاولاني وهو الدعاء مخ العباده. تخيل انت الراس دي كلها اهم حاجه فيها هي المخ. طبعا سيبك من الشعر اللي ده هيطير معاك مع الوقت، لما تعدي ال 30 ان شاء الله هتلاقي شعرك يبدا يطير كده بهزر طبعا، انا جاي من عمره فهو برضه طاير يعني الدعاء مخ العباده. فمخ العباده يعني ايه؟ يعني هو اساس الشيء. انت النهارده بتدعو ربنا على كل حاجه. الصحابه كانوا بيستخيروا ربنا في موضع الناقه، يحط الناقه بتاعته كانت جاي تركن عربيه، اركنها هنا ولا اركنها هنا، فانت مش عارف، فانت بتستخير ربنا. فكانوا بيدعوا ربنا في كل حاجه وفي كل شأن. فعشان كده خلي الدعاء دايما معاك، هو ده سلاحك اللي محدش شايفه غيرك. لو جينا بقى نبص على الدنيا فخليني اقول لك اول حاجه هي المظاهر. ما تحكمش على حد بالمظاهر، ما تمشيش ورا المظاهر، ما تجيبش ايفون عشان خاطر المظاهر. انا في فتره العشرين بتاعتي الحمد لله ربنا كرمني بشغلانه كويسه في اول يعني حياتي، كنت لسه خريج
السنه دي وبقبض ضعف اللي اصحابي بياخدوه، ومع ذلك كنت بستلف من ابويا وامي اخر الشهر عشان خاطر اكمل الشهر. ليه؟ لان صرفت فلوس كتيره على حاجات مالهاش لازمه. جبت سماعات وايرلس، جبت ساعات، جبت لاختي وابويا وامي موبايلات، وجبت ليا موبايل، يعني فرتكت كل الفلوس اللي معايا، فبالتالي ما بقاش معايا فلوس اكمل الشهر. فما تصرفش على المظاهر الا لو حاجه انت محتاجها ضروريه. انت محتاج فعلا تليفون، يبقى جيب تليفون، مش لازم تجيب اجدد تليفون، ممكن تجيب تليفون بيقول الو خلاص زي ما بيقولوا، بس فعلا حاول ان انت تقلل ان مصاريفك على المظاهر. ليه؟ لانك لو ربطت كل حاجه بالناس اللي حواليك، يعني انت لو ربطت الشكل اللي انت بتظهر بيه او الموبايل اللي في ايدك بالناس اللي حواليك، انت لن تنجح. لان طول ما انت مرتبط بناس مختلفه او حاطط لنفسك اهداف معينه مربوطه باشياء، فده هو عمره ما هيكون النجاح، وتفضل دايما انت اقل. حتى لو معاك ايفون هيبقى شايف ان هو لا والله معيش موديل السنه، لو عندك عربيه هتقول والله ما عنديش العربيه الفلانيه، فهتفضل دايما انت شايف نفسك اقل. وبما اننا لسه بنتكلم على الفلوس، فدايما خلي معاك فلوس طوارئ. يعني ايه فلوس طوارئ؟ انت مش عارف بكره فيها ايه، ما يبقاش كل ما يجي لك قرش تصرفه. حاول دايما تحط مبلغ بسيط على جنب. المبلغ ده هيساعدك على فكره ان انت ممكن تحوش منه، خاصه ان الفلوس وجودها امان ليك. يعني امان ليك يعني ايه؟ يعني لا قدر الله حصل اي مشكله، الفلوس ساعتها ممكن تحل لك هذه المشكله، لكنها مش في قلبك، هي موجوده في جيبك او في درج الكومودينو زي ما بيقولوا. لو انا خيرت ان انا اطلع رحله امريكا او المالديفز او وات ايفر، وان انا انزل ازور اهلي في بلدي، هروح ازور اهلي في بلدي، لان ده هو مش رفاهيه، ده واجب عليا ان انا افضل ابرهم حتى لو انا مغترب وانا مش موجود في البلد. فدايما اهلك ثم اهلك ثم اهلك ثم اهلك. فتره العشرينات هي احسن فتره تتعلم فيها ازاي تعمل بادجت، لان مصاريفك بتبقى محدوده وانت عارف اللي داخل واللي خارج. ما عندكش مثلا اولاد فبيحصل لك حاجات جديده، او مش متزوج مثلا فلسه مشاكل الزوجه وعاوز مثلا النهارده لبس الشتاء ولبس الصيف. فانت فتره العشرينات تقدر تعمل بادجت معينه للشهر، تقول والله انا هصرف المبلغ الفلاني، هحوش المبلغ الفلاني، هجيب الحاجه اللي انا عاوزها في الوقت الفلاني. فتعلم تعمل بادجت في فتره العشرينات. افتكر ان الاستقرار اهم من الشكل. يعني انت تكون الحمد لله عندك مصدر دخل ثابت، قاعد مستقر في وسط اهلك في وسط حبايبك، ده اهم من ان انت يكون شكلك حلو قدام الناس، عندك العربيه اللي نفسك فيها، فانت بتشتغل مثلا بال 24 ساعه وما بتديش وقت خالص لاهلك. فلا، ادي وقت لاهلك، ادي وقت لنفسك، ادي وقت لصحتك لانك هتسال عليها. في فتره العشرينات حاول تفشل على قد ما تقدر. هو يعني ممكن تكون يعني جمله غريبه جدا، بس انت كل ما تفشل كل ما انت بتثقل بالتجارب اللي ساعتها هتنجحك. هديك مثال بسيط. انا اول ما اتخرجت فتحت شركه انا وثلاثه اصحابي، الحمد لله الشركه قفلت بعد تقريبا 6 شهور بالظبط، وخسرنا الفلوس اللي احنا دخلناها، بس اتعلمت حاجات كتيره جدا جدا كويسه فيها. والحمد لله الفلوس دي ما كانتش مبلغ كبير مثلا، لا ده كان مبلغ اللي احنا تقريبا كسبناه واللي احنا صرفنا منه، فما جالناش بس الفلوس الاخيره. فحاول دايما انت تخش ريسك مدروس. كون علاقات على قد ما تقدر. فتره العشرينات هي الفتره اللي انت بتكون فيها صداقاتك اللي هتفضل معاك طول العمر تقريبا، لانك بعد كده هتخش في دوامه الحياه وهتتشغل، وهتلاقي نفسك بتتكلم على اصحابك اللي دلوقتي اللي معاك في الدفعه ولا في الثانويه العامه ولا في الكليه، هم دول اللي انت بتفضل تتكلم معاهم من الحين للاخر. حتى لو اتقطعتوا عن بعض 5 7 سنين، في الاخر هترفع السماعه عليها يقول لك ازيك يا حبيبي، اخبارك يا حبيبي، الدنيا هتعدي زي الفل. طبعا البنات الموضوع بقى صعب شويه بالنسبه لهم، بس ان شاء الله تظبط برده كذلك. فالصداقه اللي انت هتطلع بيها من الكليه او الجامعه دي هتبقى صداقه هتستمر معاك، لان بعد كده هيبقى الصداقات كلها علاقه مربوطه بالشغل اللي انت فيه، فانت بتتعرف على حد خلال فتره شغلك. مجرد ما تمشي من الشغل دوت، الصديق دوت بيبدا اللي هو يختفي مع الوقت، الا من رحم ربي طبعا. افتكر كذلك ان المشاكل مش استثناء. يعني والله انا عندي مشكله النهارده فخلاص يبقى انا هستنى ان شاء الله لما المشكله تتحل وهبدا ان انا اغير من نفسي، او هستنى ان شاء الله لما يبقى معايا قرشين وهبدا اعمل كذا. لا، المشاكل دي طبيعي. خلق الانسان في كبد. انت دايما في مشقه، دايما في تعب، فانت ما تستناش الساعه تبقى 10 بالظبط، او تستناش ان الحاجه الفلانيه تتحقق عشان خاطر اعمل حاجه ثانيه، او احط روتين من اول السنه. كل ده شيله من دماغك. حاول دايما تبدا لما انت تكون خلاص خدت القرار، توكل على الله وابدا، ما تستناش كتير. العشرينات هي افضل فتره تقدر تتجوز فيها. فكك من يقول لك لازم في سنه 30، لازم معاك الفلوس الكافيه، لازم تكون نضجت وتشوف واحده تكون نضجت هي كمان عدت ال 30. لا، انت كل ما تقدر تتجوز بدري كل ما يبقى احسن. ده احسن حاجه ممكن تعملها ان انت تتجوز فتره العشرينات، لانك حد هيعيش معاك فتره شبابك وطيشك وافكارك المجنونه، وهتبقى لحظات جميله جدا جدا هتعيشها لو انت اوريدي خلاص فتره العشرينات. لانك لو اتجوزت بعد كده فتره الثلاثينات هتبقى بتحكم العقل اكتر، فبالتالي هيبقى الحياه رزينه ما فيهاش شويه الاكشن والذكريات الجميله اللي هتعملها مع شريكه حياتك لو اتجوزت في العشرينات. فتره العشرينات هتتعلم ان الوحده مش داء زي ما الناس بتقول لك، لا الوحده هتبقى حاجه كويسه. الوحده حاجه هتثقلك، حاجه هتعلمك ازاي تعتمد على نفسك. احكي لكم مثال بسيط جدا. في 2016 كان عندي 22 سنه تقريبا، سافرت السعوديه عشان احضر حاجه اسمها الدوره العالميه المكثفه لحفظ القران الكريم مسجد الحرام. كان مدتها 40 يوم، وبعديها قعدت شهرين كاملين مستني للحج. الشهرين دول قاعد لوحدي، عندي 21 ولا 22 سنه، قاعد لوحدي، باكل بشرب بغسل هدومي، كل حاجه. حصل مواقف كتيره جدا 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 خلال الفتره دي، بس هي الفتره دي اللي اهلتني ان انا بعد كده اعرف اسافر هنا المانيا
المانيا واكون اهلي مش خايفين عليا. اديكم مثال بسيط خالص، انا كنت بطلع انشر الهدوم بتاعتي على السطح بتاع المبنى، ساعتها ما كنتش عارف ان ده ما ينفعش يعني. كنت جيت تاني يوم ما لقيتش الهدوم اصلا، لقيت شويه حاجات كده بسيطه بس كان بقى لونها اصفر عشان خاطر اصلا الجو صعب، فتعلمت بعد كده ان انا ما انشرش الهدوم بره. فمواقف بنتعلم فيها وخلاص يعني، كل موقف بيحصل هيبقى ساعته وانت مصدوم، لكن بعد كده لما تيجي تفتكره هتلاقي نفسك الابتسامه على وشك وتقول يا فاكر لما ضيعت هدومي كلها وطارت ولقيت حته معرفش قماشه كده لونها اصفر، اكتشفت ان دي الفانله بتاعتي. هتبقى ذكريات جميله. حاول ان انت دايما تاخد الوحده جزء في اثقال الذات في الفتره بتاعت العشرينات. اصحى بدري. الصحيان بدري مفيد جدا جدا. كده كده لما توصل في فتره الثلاثينات هتلاقي نفسك غصب عنك بقيت اوتوماتيك زي والدك دلوقتي، زي ما انت بتشوفه كده بتلاقيه بينام بدري وبيصحى بدري لوحده. انا دلوقتي بصحى بدري من غير منبه حتى لو يوم الاجازه عادي جدا. اتعلم بقى من فتره العشرينات انك تصحى بدري. يعني ربنا مبارك للامه في بكورها، يعني في فتره النشاط بتاعتها او فتره الصباح بتاعتها، فحاول دايما انك تنام بدري وتصحى بدري وتستغل الطاقه اللي عندك ديت في حاجه كويسه، ان انت تكون بتشتغل قبل ما الناس تبدا تشتغل، فبالتالي يبقى عندك انت حاجه اسمها هيد ستارت. صحتك لما تستثمر فيها في فتره العشرينات هتلاقي نفسك بقيت مبسوط جدا في فتره الثلاثينات وبعدين لما تكبر كمان. فصحتك صحتك صحتك. فتره العشرينات هي احسن فتره تقدر تروح فيها جيم، فتره تعرف تبني فيها عضلات، فتره هتعرف انت تظبط وقتك لان عندك وقت فراغ كبير جدا تعرف انت تستغله. فكل مجهود او كل طاقه هتحطها في انك تتعلم رياضه او ان انت تروح جيم او ان انت تستثمر في صحتك في فتره العشرينات هتسمع معاك فتره الثلاثينات وهتخليك اقوى تقدر تتحمل اكتر في المستقبل. هتتعلم ان الوقت اهم من الفلوس، يعني وقتك هو عمرك هو حياتك. تتعلم ان وقتك ده بفلوس، وبعد كده لما تكبر ان شاء الله وتخش فتره الثلاثينات والاربعينات هتبقى انت بتتحاسب بعد كده على الساعه اللي انت بتقضيها دي مثلا. فافتكر دايما ان اللي اهم من الفلوس هو الوقت، فحافظ دايما على وقتك وما تضيعوش في انك تقعد مثلا طول النهار تسكرول او طول النهار انك تعمل حاجات مالهاش اي لازمه. العب وخد وقت رفاهيتك عادي جدا واخرج مع اصحابك عادي جدا. حط الموضوع ده نيه وخليه ليميتد ما تخلوش مفتوح. خليني اقول لك بقى انت ليه هنا، يعني انت ليه هنا في الدنيا؟ يعني الدنيا جميله وفي حاجات حلوه كتير، لكن احنا هنا موجودين ليه اصلا في الدنيا؟ وانت هنا بتتفرج على الفيديو دوت لحد النقطه دي ليه؟ عشان خاطر عاوز تتعلم في حياتك حاجات معينه، تتعلم ازاي ان انت تعيش صح، مش مجرد انك انت تجمع فلوس وتجيب العربيه اللي نفسك فيها ولا تقعد في البيت اللي نفسك فيه. كل ده هيجي وكل ده الناس بتعمله، لكن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الاخره. فمفيش احسن من انت تحاول انك تجمع دايما بين الدنيا وبين الاخره. فكل لما تعمل حاجه للدنيا كويسه تعمل حاجه للاخره كويسه. حاول انك تجمع دايما بين الاثنين، والرسول كان بيقول لك انما هي ايه؟ ساعه وساعه. حاول دايما يبقى عندك التوازن الموجود ده، والتوازن ده تقدر تحققه على فكره لو انت بس شلت الملهيات اللي موجوده حواليك كتيره، وشلت المقارنه اللي موجوده في دماغك مع الناس المختلفه، وقلت والله انا فوكس. عاملين زي الحصان كده بيحطوا له حاجه هنا كده عشان خاطر يركز ويجري لقدام بس. فانت حاول دايما ده تكون فوكس، تحط هدف معين وتسعى ليه. هتلاقي نفسك بقى ليك معنى في الحياه اللي انت عايشها في الدنيا، وهتلاقي نفسك لما توصل فتره الثلاثينات هتقول والله سبحان الله كانت من اجمل الفترات اللي انا عشتها فتره العشرينات. خليني اقول لك بقى معلومه جميله جدا جدا هتفرق معاك جدا. تعرف ان يعني اهل الجنه غالبا هيكونوا في سن 33. ليه سن 33؟ علشان خاطر ده سن القوه. فانت كل ما انت بتكبر في السن كل ما انت بتزداد قوه، تزداد طاقه، تزداد حماسه. فانت ان شاء الله فتره الثلاثينات بعد كده ما تقولش، عشان خاطر في ناس اول ما توصل لسن 30 يقول لك والله خلاص انا كبرت وعجزت واجيب عصايه وامشي بيها. انا كنت برضو جاني نفس التفكير لما وصلت 30 يعني، بس في الاخر لا، انا قلت ده المكان اللي بينزل عليه النبوه. يعني الانبياء اغلبهم بيبقوا في سن ال 30 ل 40 ده بينزل عليهم النبوه. ليه؟ لانه وصل لمرحله من الحكمه، وصل لمرحله من النضج ان هو يستحمل بقى الاذى اللي بيجي له. كذلك لما قلنا اشكال اهل الجنه اغلب الحديث بتقول اللي هم في سن ال 30. فانت داخل على فتره النضوج، داخل على فتره ان انت خلاص بقى عندك شخصيه معينه تبدا انت تحافظ عليها وتبدا انت تتحكم في المجريات اللي بتحصل حواليك. وعشان اقول لك الموضوع مش صعب، الصحابه اغلبهم عملوا كل انجازاتهم في سن العشرينات. كل الانجازات اغلب الصحابه اللي انت سمعتهم كانوا في فتره العشرينات، هي فتره الطاقه. اللي كانوا مع الرسول ايام الهجره، اللي كانوا مع الرسول ايام الاذى نفسه كان فتره العشرينات. سيدنا طارق بن زياد لما فتح الاندلس اللي هي اسبانيا دلوقتي كان عنده 28 سنه. فانت متخيل دي فتره العشرينات وازاي تكون قائد جيش. خلاصه القول العشرينات هي فتره البناء، ولا اما تبني فيها كويس لا اما تضيع وقتك وتقول والله ايام بتعدي. فحاول تحط نيه لكل حاجه بتعملها. حاول تستفيد من الفيديو دوت وما تقفلوش غير لما تكون خلاص تعهدت مع نفسك ومع ربنا ان كل الذنوب الصغيره اللي هتضيع وقتك، كل الحاجات اللي ملهاش لازمه في حياتك هتحطها على جنب وترميها بره خالص حياتك. تبدا تحط اهداف، انا موجود هنا ليه؟ انا عاوز اوصل لفين؟ وان شاء الله ربنا هيوفقك. وكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. لو وصلت بقى للنقطه دي في الفيديو فحابب اقول لك شكرا جدا ليك ان انت وصلت للنقطه ديت، لكن هطلب منك طلب صغير وهو ان تكتب في الكومنتات تحت كلمه هبدا، ان انت خلاص فعلا هتبدا، كتبتها بايديك، اخدت العزيمه. فان شاء الله تبدا وتبقى بدايه موفقه ليك ولينا، وربنا يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا. واشكرك على حسن الاستماع، وان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني من المانيا. معكم مهندس عبد الله عماد. سلام.